راديو روح وحياة. ازيك؟ عامل ايه؟ اتمنى تكون بخير. طبعا كلنا لينا اصحاب مقربين، ودول بيبقى ليهم معزة خاصة، وكمان بنبقى مرتاحين واحنا قاعدين معاهم ونحكي لهم عن كل اسرارنا ومشاكلنا. ودي حاجة كويسة انك تخرج كل اللي جواك وتفضفض وتلاقي حد يسمعلك. لكن في ناس كتير ما عندهمش حتة الفضفضة دي، دايما كاتمين في نفسهم وشايلين هموم ومشاكل وضغوطات كتير. بس الغريب انك لو جيت تسأل حد فيهم انت عامل ايه، يقولك انا تمام، ولكن ما بيبقوش تمام ولا حاجة، لانه مش متعود يحكي اللي تعبه وشايل في نفسه، لانه ما تعودش يحكي اللي جواه. والبابا شنودة بيقول: لا توجد ضيقة دائمة تستمر مدى الحياة. علشان كده في كل تجربة تمر بيك قول مسيرها تنتهي، هيجي عليها وقت وتمضي بسلام. علشان كده نلاقي الناس دي تحب تقعد لوحدها وما بتحبش تخرج كتير. ممكن تكون انت او انا الحد ده، لكن الجانب المنور نلاقي ربنا بيقول لنا: انا شاعر بيك، انا حاسس بيك، حاسس بكل آلامك. بجد هو أحن حد علينا، وهو اللي عنده نقدر نحكي ونفضفض له، نشكيله همومنا وأتعابنا والضغوطات اللي احنا فيها، وهو أحسن حد يهون علينا تعبنا. وعشان كده نلاقي أبينا داود النبي كان أكتر حد بيحكي ويشكي ربنا، كان بيشكيله كل مشاكله وهمومه. هو اللي قاله: إلى متى يا رب تنساني؟ وقال كمان: لماذا يرتفع علي عدوي؟ وإلى متى أجعل هموما في نفسي وحزنا في قلبي؟ لكن الحاجة اللي تفرح جه في نهاية المزمور وقال: أغني للرب لأنه أحسن إلي. قل له: يا رب أنا حاجات كتير تعباني، شيل عني يا رب، وتصرف في كل دقيقة، في كل دقيقة بمر بيها. زي ما قال المرتل في المزمور: أنت تعرف أفكاري وتفحص كليتاي، هو فاحص القلوب. راديو روح وحياة. شكرا ليكم مستمعين الراديو روح وحياة. نتمنى نكون فرحناكم وقدرنا نوصل رسالتنا ليكم النهاردة. استنونا في الحلقة الجاية برسالة جديدة. سلام.